مساكم الله بالخير، واللي يشوف المقطع الصبح نقول له صبحك الله بالخير. رجعنا وياكم من داخل محمية اخونا ابو كرار المنصوري. طبعا ذكرنا احنا بالفيديوهات السابقة مساحة المحمية 16 متر بعرض 5. مثل ما تلاحظون تصميم المحمية عندنا صفحة سياج كامل، يعني سياج وكوسر. السقف مالها عالداير مسافة متر تشنكو، هذا تلاحظونه على الأطراف حتى نخلي الأعشاش جوا ما تأثر بفترة الشتاء بالأمطار. وهذا سيم، وهاي الأشجار اللي موجودة بداخل المحمية. اليوم راح نذكر الأشجار اللي موجودة بداخل المحمية والترتيب مال الأعشاش مال المحمية، وبصورة عامة يعني نحكي عن المحمية. هاي مثل ما تلاحظون هنا أول ما نبدأ هاي الزيتونة طبعا زارعينها قديمة. هاي الحنة، السدر موجودة بداخل المحمية، فسائل النخل موجودة بالمحمية، بالإضافة إلى الرمان. هاي الورود اللي موجودة بداخل المحمية، العنب، التين. طبعا هاي الأشجار كلها، هذا الصبار مزروع قديم بداخل المحمية، يعني مو مخصوص للمحمية. هاي بالنسبة ما يخص الزرع اللي بداخل المحمية. هذا التكي طبعا زرعناه صقل احنا بداخل المحمية. نرجع للأعشاش وطريقة ترتيب ابو كرار اخونا الأعشاش وانا مرتبهن. هاي طبعا يستخدمهن للفناجز، البيت الخشب، هاي الحاضنة هاي النايلون، وهذا نطوس طبعا للفاخت الملكي والمقنع. هاي على طول المحمية. خلونا نشوف احنا وياكم شلون مرتب النظام مالهن. هاي اذا تلاحظون شلون فناجز مع شيشات بالداخل المحمية. كلهن الطيور معششة. لا تلاحظون هاي الفاخته، خلينا نقربها لكم. هاي بداخل الطوس. هاي للعلم طبعا سنة ثانية للمحمية، وما شاء الله الانتاج خير من الله. واخونا ابو كرار جاي يرتب بيها بصورة عامة. يعني هاي الفاخت جاي تشوفونه معشش. هاي طريقة مال المحمية. طبعا طريقة المعالف ذكرناها سابقا. هذا بور بالأربعة، وهاي الصواني موجودة عند أهل الأواني. هاي خلي لها خشبة. تعرفون هواي إخوان من أهل المحميات يعانون من النمل اللي يصعد على المعالف وياكل الدخن. هاي فسائل النخل وهذا السدر. نروح للجانب الآخر لترتيب الأعشاش. شوف طريقتهن. طبعا إذا تذكرون هاي النافورة عمل يدوي. شوفونها طبعا بالشتاء ما نشغلها لأن تعرفوا الأجواء باردة، فما نشغلها بالشتاء. هاي عمل يدوي، شي مرتب وغير مكلف، والطير يرتاح إليه دائما، يسبح بيه ويشرب ماي من عنده، ودائما الماي جاي يتداور بداخل هاي أثناء فترة الصيف. طبعا هاي الصواني جاي يستخدمها للماي للطيور.
هاي المعالف مثل ما ذكرنا كلهن على هذا النظام. زين، هذا البوري وبالأربعة، وهاي المعالف لا يصلها الدود ولا رطوبة ولا أي شي. بالإضافة إلى فترة الشتاء ما أفضل أبو كرار إني يشد هيترات للمحمية أو فشي للتدفئة. هاي طبعا خانة هنا نسوي، هذا قديم وعاف بي هذا الفنجز الأفغاني ووجبة من الفنجز العادي. طبعا أبو كرار شغله مرتب. هاي الخانة مخليها للعزل مال الطيور، اي طير يجيبه ما ينزله المحمية قبل، يخليه هنا ويتأكد من عنده اسبوع اسبوعين، يتأكد من عنده صحته تمام، يلا يهده بداخل المحمية. لان تعرفون المحمية بها طيور هواي، اذا ينزله بداخل المحمية راح يخسر طيوره لا سامح الله. فهيك شغله شي مرتب. هاي الجانب الاخر مثل ما تلاحظون، هاي كذلك البيوت للفناجز هذني. هاي الطريقة سواها يدويا، هو تستخدمها للفاخة الملكي يعشش بيها والفنجز. هاي الفناجز جاي يستخدمه. هاي نلاحظ هنا فناجز، افراخ مال فناجز، هاي مطيرات، هذا ضل واحد. هاي الشمعة تعطي إنارة قوية وتعطي دفء بداخل المحمية، حرارة كافية. لكن هاي الشمعة ما تنترك بالبحث، لأن إذا حط الطير عليها راح يحترق، فيخليها بداخل القفص ويشغلها. هاي مثل ما تلاحظون ترتيب الأحشاش، ترتيب المحمية مال أخونا أبو كرار. نسأل الله يوفقه والتوفيق للجميع. هاي شمعة ثانية مثل ما ذكرت لكم، إنارة ودفء للمحمية. إن شاء الله عنده فكرة راح يسوي على هاي الشيشين، راح يمتشن كوة بالنص حتى يقلل الفتحات اللي موجودة بالسقف عن الأمطار وعن البرودة. الطيور اللي بالمحمية مثل ما تلاحظون هنا الفاخة الملكي والفاخة المقنع والكناريات والفناجز والفنجز البنغالي، فقط ما ضايف وياهن اي طير. هاي لا تلاحظون الطيور شلون ملتمة بالمعالف. طريقة حلوة، انصح كل المربين انه يسوون هذا النظام، واللي عنده مساحات طبعا اللي عندهم محميات يستخدمون هذا النظام.